نلتقي مع سيادة المستشار محمد بدير محامي بالنقد. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. التاريخ بيحاكم؟ لا، هو التاريخ يجب ان ناخذ منه العبر وان ندرسه جيدا قبل ان نحاكم. الشعب المصري العظيم مر بتاريخ حافل، تاريخ طويل جدا فيه علامات مضيئة. أهم هذه العلامات على الإطلاق في تاريخ مصر كلها هو ثورة يوليو، وعشان كده احنا هنا موجودين النهاردة عشان نتكلم في تاريخ ثورة يوليو. أما مسألة محاكمة التاريخ أنا شايفها مسألة متجاوزة شوية. علينا ان احنا ندرس التاريخ ونفتخر بيه، لان هو ده تاريخنا. تاريخنا بكل ما مر فيه من نكبات وانكسارات وانتصارات، ايضا علينا ان ندرسه جيدا ونستخلص منه عظيم الامور، لننقل رسالة الى اجيالنا الجديدة ونقول لهم هذا هو تاريخنا اللي احنا بنفتخر بيه، وبكل ما حدث فيه حتى انكساراته تعلمنا منها ايه. انا شايف انه نتجاوز مرحلة المحاكمة ونصل الى مرحلة الدراسة، ندرس تاريخنا كويس. هل حضرتك شايف النهارده كتير كتب عن ثورة 23 يوليو كل من زاويته، لكن هل هناك دراسات تاريخية محققة يمكن بعيدة عن الهوى تتلمس الحقيقة قدر الإمكان، أو يحاول أن يصل الباحث إلى موطن الحقيقة قدر الإمكان؟ هل الوثائق متوفرة بشكل جيد لهؤلاء الباحثين؟ هو الحقيقة احنا مقصرين كأمة عربية في مسألة التاريخ والوثائق، لكن العالم كله بيوثق كل الأحداث على اختلاف مواطن فعلها، وعلينا ان احنا نبحث ده جيدا. الحقيقة انه مثلا في ثورة يوليو بالتحديد اتعمل عنها على ما اذكر الرقم يعني 30,000 كتاب على مستوى العالم. الوثائق اللي موجودة في وزارة البحرية البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية اللي اتبحثت وموجودة عند كتاب عالميين كتير جدا، ومنهم كمان الكاتب الصحفي المشهور والأكبر في مصر محمد حسنين هيكل استعان بوثائق كثيرة في مسألة يوليو، وأعتقد أنها موجودة في كتابه اللي اسمه ملفات السويس بالتحديد. ثورة يوليو خدت حقها من البحث، ولكن في الخارج أكتر من الداخل، وده أكثر ما يقلقني إن احنا ما بحثناش ثورة يوليو جيدا، ما راجعناش الوثائق دي مع إنها تخصنا قوي، مع إنها تخص الشعب المصري والأمة العربية جيدا. وإحنا دورنا الثقافي اللي موجود عشان تواصل الأجيال وعشان نفضل متمسكين وفخورين بتاريخنا، دورنا احنا كمثقفين او كمهتمين بالثقافة ان احنا نوصل الرسالة دي للأجيال القادمة، ان احنا نقول لهم في وسائل البحث تطورت، علينا ان احنا نقرأ ونشوف ايه اللي حصل لأجدادنا وآبائنا عشان ناخد احتياطاتنا في اللي جاي، او عشان نفهم ايه اللي بيحاك لينا في اللي جاي. ايه اهم درس او اهم مجموعة دروس نستفيد بيها في الحاضر والمستقبل فيما يتعلق بثورة يوليو؟ انه الشعب المصري، انا بعتبر انه اهم الدروس ان الشعب المصري نفسه شعب عظيم جدا وصبور جدا، وبيتحمل ما لا يتحمله شعب آخر، لكنه يثور عند امتهان كرامته. ولذلك كان العبقري أو
الشعار العبقري العزة والكرامة اللي استخدم من قادة ثورة يوليو على رأسهم الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، لما قال العزة والكرامة وارفع رأسك يا أخي، خاطب مفاتيح الشخصية المصرية الحقيقية اللي بترفض الإهانة، ممكن تتحمل الجوع وتتحمل العطش، ممكن تتحمل غلاء الأسعار وانهيار الخدمات، لكنها لا تستطيع أن تتحمل على الإطلاق فكرة إهانة الشعب المصري أو الاستهانة به، وهذا ما نحذر منه. هل فكرة ثورة يوليو بأحداثها ومسؤولياتها التاريخية تنتهي بوفاة الرئيس عبد الناصر أم بوفاة الرئيس السادات أم برحيل الرئيس مبارك أم ما زالت مستمرة معنا؟ شوف، هو السؤال ده سؤال ذكي جدا وجميل ومناسب كمان عشان نرد على بعض اللغط اللي بيحصل الايام دي. هي الجمهورية الاولى ولا الجمهورية الثانية ولا الجمهورية الثالثة ولا ايه بالظبط؟ الجمهورية الاولى قامت من 52 وانتهت في 28. لا على الاطلاق، الجمهورية الاولى قامت بتولي الزعيم جمال عبد الناصر للمسؤولية في مصر، وانتهت تماما في 28 سبتمبر سنة 70 بوفاة القائد جمال عبد الناصر. ثم الإدارة اللي جت بعد كده بقيادة الرئيس المرحوم السادات هو بذاته أعلن أنه في ثورة تصحيح. ثورة تصحيح يعني معناها تصحيح مسار، يعني مسار آخر غير اللي كان موجود. فالجمهورية الثانية بدأت من ثورة تصحيح 15 مايو 71، وما زلنا نعيش في أجواء هذه الجمهورية الثانية لأنه لم يتم تغيير المسار اللي وضعه الرئيس السادات حتى الآن. أنا شايف أنه ثورة يوليو انتهت تماما كل افكارها وقيمها اللي اعلنتها واللي دفعت عنها واللي حافظت عليها، انتهت في سنة 70. اكتبي كلمة وطن تكوني حروفي، وارسمي فوق الزمن حلمك على كفوفي، عمري على ايديكي وملامحي في عينيكي، منقوش اساميكي على قلبي بالكوفي. قبل الزمان وانتي يا مصر بتصوري، وفيا لولادك عمرك ما بتخوني، بتعدي فوق المحن لو حتى جرحك تمن، بتكوني معنى الوطن وتضيف عيوني. انسي الجراح يا مصر، قال الاوان تفرحي، لسه الجراح ممدود، ضمي الولاد وارمحي، طول ما الجناح مفروض ما تحوشوا اي حدود، ولا ابنك الموعود كل الضروب واطرحي.